السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب بنحل اختبار الجبرا 2022 للمسار المصري، تالتة اعدادي المسار المصري 2022. طيب نبدأ بالمالتيبل تشويس. بيقول لي if x is additive identity. هو مين الاديتيف identity يا شباب؟ حد عارفه؟ مين هو الاديتيف ايدنتيتي؟ زيرو. تمام. and y is multiplicative identity. مين هو المالتيبليكيتيف ايدنتيتي؟ 1. قول يا احمد 1. 1. تمام. طيب then 2 power x يعني 2 power 0 بلس 3 power y يعني 3 power 1 equal what؟ 2 power 0 1 plus 3 power 1 3 1 plus 3 it will be equal 4. اوكي. set of zeros يعني اللي هيخلي لي الكلام ده بزيرو. ايه هو اللي هيخلي لي الكلام ده بزيرو؟ لو عملنا سبستيتيوت بال2 مكان الاكس 2 multiply 2 equal 4 4 minus 6 لا مش بزيرو. طب 3 2 multiply 3 equal 6 6 minus 6 equal 0. مظبوط يبقى 3. بيقول لي هنا the number of solution of two equations 2x minus y equal 3 x plus 2y equal 4 in r multiply r is كم solution؟ only 1 ولا 0 ولا 2 ولا infinite؟ طبعا 2 ديت مش معانا خالص لان مفيش 2 equation from first degree عندهم 2 solution. لا مفيش. تمام. طيب نعمل ايه يا شباب؟ نجيب الاسلوب بس. نجيب الاسلوب. لو طلع الاسلوب بتاع كل واحده من دولت زي بعض يبقى ممكن يكون 0 او انفينيت. طب لو طلع مش زي بعض يبقى اونلي 1. طب من الواضح جدا يا مستر الاسلوب هنا نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس يعني نيجاتيف 2 اوفر كوفيشنت اوف واي اللي هو نيجاتيف 1 يعني يطلع ب 2. وهنا الاسلوب نيجاتيف 1 اوفر 2. طب ده غير ده. تمام. مختلفين عن بعض يبقى اونلي 1. طب لو كانوا زي بعض يا مستر، لو كانوا زي بعض ممكن يكون 0 او انفينيتلي. وطبعا قلنا الحاله بتاعت امتى يكون 0 وامتى يكون انفينيتلي. question number 4 if A and B mutually exclusive event بتيجي كل مره كل سنه بتيجي يبقى probability of A intersection B. طب يا مستر هو في الماتشوال اكسكلوسيف ال A intersection B بكام؟ لا A intersection B 5 لكن لما يقول لي probability هيبقى ايه؟ هيبقى 0. تمام. لما يقول لي A intersection B بس ب 5 لكن لما يقول probability of A intersection B هيكون ب 0. question number 5 سؤال سهل جدا بتاع اولى اعدادي تقريبا. root x equal 2 يعني x equal what؟ 4. طب هو مش عايز x هو عايز 3x. شوف مستخبيه ازاي. واحد اول ما يطلع root x equal 2 4 يقوم مختار 4 على طول. لا هو مش عايز x هو عايز 3x يبقى 3x equal 12. طيب question number 6 بيقول لي x minus y equal 3. تمام. و x plus y equal 5. الله هو x minus y و x plus y ده انا فاكرهم دولت لما كانوا بنعملهم ملتبلاي بعض كان بيطلع لي اللي هو الديفرنس بين 2 سكويرز. مش كده برضو؟ ده طلع لي جاهز اهوت يا مستر. يعني ايه؟ يعني x multiply y في x minus y في x plus y عباره عن x سكوير minus y سكوير. again x minus y multiply x plus y equal x سكوير minus y سكوير. طب هي x minus y في x plus y بكام؟ 15 يبقى x سكوير minus y سكوير بكام؟ برضه 15. 15 plus 2 equal 17. واحد تاني ممكن يفكر تفكير تاني غير كده. يعمل ايه؟ يبدأ يعمل solve التو ايكويشنز دولت مع بعض ويقوم قايل x minus y equal 3 و x plus y equal 5 ويعمل اوميتنج يبقى 2x equal 8 يبقى الاكس equal 4 وبعد كده اروح اجيب الواي تطلع الواي ب 1 وبعد كده اروح اعمل سبستيتيوت هنا وسبستيتيوت هنا. طب ما انت لو عارف الرول بتاعت x سكوير minus y سكوير اللي هي ديفرنس بين 2 سكوير هتحلها في اقل من ثانيه واحده. طيب نكمل. نيجي بقى للسي بروبلم. بيقول لي في question number 2 A 2x plus y equal 1
x plus 2y equal 5. احنا نقدر نحلها باي طريقه، نقدر نعملها بالسبستيتيوشن او نقدر نعملها بالاوميتنج، تمام زي ما انت عايز. المهم تعالوا يا شباب نكتب الايه التو ايكويشنز الاول وبعد كده نتفاهم بقى هنعملها ازاي. ده question number 2a. 2x plus y equal 1 و x plus 2y equal 5. طيب حابين نعملها بأي طريقة، substitution ولا omitting؟ substitution. ماشي يا محمود. ممكن نروح لأي equation تعجبني، الفيرست equation أو السكند equation. ناخد السكند equation ننقل بس ال 2y الناحية التانية، هتبقى x equal 5 minus 2y and substitute with x in the first equation. In the first equation substitute with a with first equation. بنقول هنا يا شباب يبقى 2 open bracket 5 minus 2x 2y. عملنا ايه؟ عملنا ريبليس الاكس مكان مين؟ مكان ال 5 minus 2y. ال 5 minus 2y مكان الاكس بلس نكمل بلس y equal 1. يبقى 2 multiply 5 equal 10 minus 2 multiply 2 equal 4y بلس y equal 1. دلوقتي بقت الايكويشن كلها في الواي، الاكس راحت خلاص ما عادش في اكسات، الايكويشن كلها بقت في الواي دلوقتي. يبقى 10 minus 4y بلس y يعني minus 3y equal 1. طيب احنا عايزين مين؟ ركز، عايزين الواي، يقوم ننقل ال 10 يبقى نيجاتيف 3y equal 1 minus 10 يعني نيجاتيف 3y equal نيجاتيف 9 يعني الواي equal 3. جبنا الواي ب 3. عايزين مين بقى دلوقتي؟ عايزين الاكس. انت حضرتك قلت لي ان الاكس equal 5 minus 2y اهيت مكتوبه جاهزه، يعني 5 minus 2 في 3 يعني الاكس equal نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت equal نيجاتيف 1 and 3. طيب عايزين نتاكد من الكلام ده يا شباب، ممكن نعمل سبستيتيوت بسهوله جدا في الايكويشن دي. 2 multiply نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بلس 3 ب 1. اوكي. طب في السكند ايكويشن نيجاتيف 1 بلس 2 multiply 3 6 نيجاتيف 1 بلس 6 equal 5. يبقى انت كده حلك مظبوط بنسبه 100% وتبدا تروح على السكند كويشن. كده كويشن نمبر 2A. اوكي. كويشن نمبر 2B. كويشن نمبر 2B هو تقريبا في سؤال زيه بالظبط كان في امتحان 2021. طيب بيقول لي بروف ذات ان n1 equal n2. يبقى احنا كل اللي هنعمله ايه؟ فاكتورايز دومين سمبليفاي. حاجه ثانيه اكتر من كده؟ لا يا مستر. وبعدين هيطلعوا قد بعض ولا مش قد بعض؟ اكيد غصب عني وعنك هيطلعوا قد بعض. ليه؟ لان هو بيقول لي بروف ذات ان n1 equal n2. طب يلا بينا يا مستر نعمل الكلام ده. ده كويشن كام؟ ده كويشن 2A 2B. n1 equal x bar 2 minus 3x plus 9 over x bar 3 plus 27 و n2 equal 2 over 2x plus 6. يلا نبدأ في الحل. نعمل اللي فوق ده فاكتورايز. يبقى n1 equal قلنا مليون مرة لما تلاقي sum between two cubes يبقى خلي بالك ان الجريد براكت اكيد موجود في حتة كده مستخبي. ده مش مستخبي ولا حاجة يا مستر، ده واضح زي الشمس. x سكوير minus 3x plus 9. يلا نعملها فاكتورايز. هل انت عندك عددين ينضربوا في بعض يدوني 9 ومجموعهم 3؟ مفيش يا مستر. يبقى ده ايه؟ ده نوت فاكتورايزابل، ده ما بيتحللش. يبقى نعمل فيه ايه؟ سيبه زي ما هو، سيبه قاعد زي ما هو اهو. x سكوير minus 3x plus 9 انزل تحت x بلس 3 والجريد براكت يا شباب انقل ده زي ما هو هنا، انقله على ضمانتي.
هيكون اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 9. طب مش مصدق؟ سكوير الاول اكس سكوير، فيرست في سكند وتغير الاشاره نيجاتيف 3 اكس 3 9 السكوير بتاع الثاني 9. طب بالمره ان 2 ايكوال 2 اوفر 2 اكس بلس ايه؟ بلس 6 كون فاكتور 2 باقي لي اكس بلس 3. الدومين الاولاني هيكون ار اكسبت نيجاتيف 3. طيب وصاحبنا ده لا ما عندوش زيروز، ليه؟ لانه نوت فاكتورايزابل. ودي 2 ايكوال ار اكسبت نيجاتيف 3 اولسو. طب كده الدومين قد الدومين. طب نكمل يلا يا مستر نشوف السمبليفاي. ده مع السلامه، ال2 مع ال2 مع السلامه. ايه اللي هيكون باقي لي يا حبايبي؟ ان 1 ايكوال 1 اوفر اكس بلس 3 وان 2 ايكوال 1 اوفر اولسو اكس بلس 3. يبقى ان 1 ايكوال ان 2. تمام يا شباب؟ ده كويستشن 2 بي. كويستشن 3 a بيقول لي هنا find the solution set of equation by using general formula. طب يا مستر ده خلاص ده احنا حافظينه ده، يعني مش عايزين ايه غير نجيب الاي والبي والسي. طب الاي بكام؟ الاي هي ب 2، الاي ايكوال 2. طب البي ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 6. طب السي ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 1. لا يا عسل اوعى تقول كده، ده احنا السوليوشن الجنرال فورمولا لازم تكون ايكوال 0، يعني المفروض ندخل 1 ده هنا الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، هيكون السي ايكوال بوزيتيف 1. اوعى تعملها ايه؟ نيجاتيف 1. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. جبنا الاي والبي والسي، نعمل ايه بقى؟ الاي ب 2 والبي بنيجاتيف 6 والسي ب 1. هو بيقول لي راوند ذا ريزلت نيرست تو ديسيمال بليسز. طيب نعمل بس كده، احنا عندنا الاي 2 نيجاتيف 6 2 نيجاتيف 6 1، الاي ايكوال 2 البي ايكوال نيجاتيف 6 السي ايكوال 1. ونكتب الرول بتاعتنا اكس ايكوال نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي، يعني ايكوال نيجاتيف 6 بلس اور ماينس روت نيجاتيف 6 باور 2 ماينس 4 ملتبلاي الاي اللي هي ب 2 ملتبلاي السي اللي هي ب 1 اوفر 2 اي، يعني 2 ملتبلاي 2. اوكي، يعني اكس ايكوال نيجاتيف 6 ب 6 بلس اور ماينس 6 سكوير 36 ماينس 4 ملتبلاي 2 8 ملتبلاي 1 ب 8، يبقى 36 ماينس 8 بكام يا شباب؟ ب 28 اوفر 2 ملتبلاي 2 ايكوال 4. يعني السوليوشن سيت اقدر اجيبها من خلال الكالكوليتور بقى، واقوم قايل بقى يا حبايبي ايه؟ مود 53. ليه؟ على اساس ان انا لو هنا في غلطه في الاشاره او غلطه في عدد او اي حاجه تتداوى في الموضوع ده بقى خلاص. مود 53 ونكتب 2 ايكوال نيجاتيف 6 ايكوال 1 ايكوال 3 بلس روت 7 اوفر 2 اللي هو نفس الفاليو بتاعت ديت، لان احنا هنا عملنا ديفايد 2 عملناها كلها سمبليفاي ويز 2. يبقى الاولاني بكام؟ ب 2.8. هو عايزها 2 ديسيمال بليس، يبقى ناخد رقمين بعد البوينت 2.82 والتاني 0.17 ولا 18 لان ال 7 ريتش هتكبر ديت. تمام، يبقى 0.18 والاولى 2.82. يبقى السوليوشن سيت 2.82 and 0.18. اوكي، ده كان كويستشن كام يا شباب؟ 3A مش كده؟ ده كان 3A. B بيقول ايه بقى؟ 3B بيقول لي يا شباب انا عندي if the domain of the function n of x equal x minus 1 ماليش دعوه باللي فوق over x square minus ax plus 9 is r negative 3 is r except 3 او r minus 3. find the value of a. عايز الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت ال a.
نكتب السؤال بتاعنا بكل سهولة جدا، سؤال سهل جدا. x minus 1 over x square minus ax plus 9. كان الدومين ايه يا شباب؟ دي طبعا 3b. كان الدومين ايه؟ r except كم؟ 3. هو الدومين r ما عدا الزيروز بتاعت الدينومينيتور، يعني ال 3 ديت هي اللي هتخلي لي الدينومينيتور بزيرو. يعني لو عملنا سبستيتيوت بال 3 هنا الناتج المفروض يبقى بكام؟ بزيرو. مش احنا قلنا الدومين r except zeros of denominator؟ طب ال 3 ديت هي الزيروز اوف denominator، يبقى نقول 3 باور 2 minus a multiply 3 plus 9 equal 0. يعني 9 minus 3a plus 9 equal 0. 9 plus 9 equal 18 minus 3a equal 0. نودي ال 18 الناحية التانية يبقى 3a equal 18، يعني divided 3 divided 3 يبقى ال a equal 6. كده جبنا ال a ب 6. ده كان question number 3b. يبقى كده خلصنا question number 3 كله. تمام؟ نروح بقى على question number 4. question number 4 ايه؟ two numbers their product 10. لو عملناهم ملتبلاي بعض هيطلع الناتج ب 10، يعني زي 2 ملتبلاي 5 كده والحاجات ديت. والديفرنس اللي بينهم 3. طب ما 2 و 5 الديفرنس اللي بينهم 3. تمام؟ طيب find two number. جبناهم يا مستر. يا سلام، يا مفيش يعني ابسط من كده. طب لو كتبنا كده مش هتاخد ولا درجه، صح ولا لا؟ امال هو قصده ايه؟ قصده ان انت عندك هتعملهم 2 ايكويشنز، واحده من الفيرست ديجري وواحده من السكند ديجري. هتقول ايه حضرتك؟ يبقى دي كويشن 4A. let numbers x and y، ويبقى x y equal 10 and x minus y equal 3. مش كده برضو؟ طيب قال لي الديفرنس بينهم 3 والبرودكت بتاعهم 10. طيب في المسائل اللي هي واحده من الفيرست ديجري والثانيه من السكند ديجري ما لناش غير ايه؟ غير نعمل سبستيتيوشن. مفيش اوميتنج هنا بقى خلاص. اوميتنج لما يكون الاثنين من الفيرست ديجري، لكن واحده كده واحده كده لازم سبستيتيوشن. طب نروح نعمل سبستيتيوشن بدايتنا فين؟ بدايتنا في الفيرست ديجري ولا في السكند ديجري؟ بدايتنا في الفيرست ديجري. طيب يبقى x equal y plus 3. دي الاكس. نقلنا الواي بس الناحيه الثانيه. بعدين نعمل ايه؟ نقوم داخلين ودين الاكس مكانها كده. هيبقى y plus 3 multiply y equal 10 y square plus 3y. عملنا اكسباندل ده بس. بالمره نقول minus 10 equal 0. وبعدين نعمل فاكتورايز. خطوات يا شباب بتجيب بعضها. حلك الكتير المسائل هيلاقي نفسك بتحل مسألة لوحدك من غير أي مجهود. يبقى هنا واي ما انتش محتاج أعرف دي جت ازاي ولا دي جت منين. أنت بتحل لوحدك، قاعد بتحل عادي جدا لوحدك من غير أي مجهود. واي واحدة بلس واحدة ماينس، التاني عبارة عن 5 ملتبلاي 2. يبقى يا إما الواي ايكوال نيجاتيف 5 أو الواي ايكوال 2. طب لو الواي بنيجاتيف 5، احنا لسه قايلين دلوقتي ان الاكس بواي بلس 3، يبقى الاكس بكام؟ الاكس بنيجاتيف 2. ولو الواي ب 2 يبقى الاكس بتاعتنا بكام؟ الاكس ايكوال 5. طب معنى كده يا مستر ان السوليوشن سيت بتاعتنا اكس بنيجاتيف 2 والواي ساعتها بنيجاتيف 5، يبقى نيجاتيف 2 اند نيجاتيف 5. الاكس ب 5 والواي بايه؟ والواي ب 2. تمام؟ يبقى كده ده ايه؟ الحل بتاعنا النهائي. ده كان question 4A. question 4B مسألة ديفايد اوبريشن. طالما مسألة ديفايد يبقى ملناش غير ايه؟ فاكتورايز دومين سمبليفاي. خطواتنا ثابته ومحدده ما بتتغيرش. فاكتورايز دومين سمبليفاي، وبعد كده نتفاهم بقى انت عايز بلس ولا ماينس ولا ملتبلاي ولا انت عايزه. طيب نبدأ نكتب المسألة بتاعتنا. ده كويشن كام يا شباب؟ 4B.
بيقول لي x سكوير بلس 4x ماينس 5 over x باور 3 minus 8 x plus 5 over x square plus 2x plus 4. ويلا بينا يا شباب نبدأ نحل مسألتنا. أول خطوة فاكتورايز x و x، واحدة بلس والتانية ماينس. طيب ال 5 1 ملتبلاي 5 ملاش غير كده. طيب ننزل تحت open to bracket small bracket and great bracket. in the small bracket x minus 2 great bracket سكوير الأول x سكوير first السكند بس عكس الإشارة بلس 2x سكوير السكند بلس 4 دايما ده بلس divided. احنا لسه في خطوة ايه؟ الفاكتورايز x بلس 5. اوعى تروح تعمل ده فاكتورايز. امال ايه يا مستر؟ لسه متفقين من شوية ان اي ديفرنس بين تو كيوب او سم بين تو كيوب هتلاقي الجريد براكت مستخبي في اي حتة اهو مسكناه اهو. طب لو عايزين نعمله فاكتورايز نعمله فاكتورايز ازاي؟ ازاي يا عم حمزة؟ ما ينفعش. برافو عليك يا حمزة، نوت فاكتورايزابل. تمام؟ يبقى هنا نكتبه زي ما هو لان ما عنديش عددين ينضربوا في بعض يدوني 4 مجموعهم 8 مجموعهم 2 بلس 2x بلس 4. يلا نجيب الدومين. الدومين هيكون عبارة عن r except من هنا 2 اوكي، من هنا مفيش، من هنا مفيش، ونطلع فوق كمان لان في الديفايد هي الوحيدة بناخد من هنا ومن هنا ومن هنا نيجاتيف 5. بعد كده الديفايد اتقلب ملتبلاي هيبقى انه في اكس بتاعتي عبارة عن x بلس 1 في x ماينس 5 over x ماينس 2 في x سكوير بلس 2x بلس 4 الديفايد اتقلب ملتبلاي x سكوير بلس 2x بلس 4 انزل تحت x بلس 5. بعد كده نعمل السمبليفاي بقى بسهوله جدا اهوت x بلس 1 x ماينس 5 ديت هنا ده هيروح مع ده. طيب وهنا x بلس 1 في x ماينس 5 ديت كانت كام يا شباب؟ كانت ماينس 5 ولا بلس 5؟ دي بلس 4. ايوه دي بلس 4، دي كانت بلس 4. تمام؟ يبقى هنا نعكس بس دي هتكون ماينس 1 ودي هتكون بلس 4 بلس 5. دي هتكون اكس بلس 5 دي هتكون اكس بلس 5. فبناء عليه طبعا شايفين اشاره واحده ممكن تبوظ لنا الدنيا طبعا زي ما انتم شايفين كده اكس بلس 5 اكس بلس 5. ما عادش باقي لي غير بقى ايه؟ دي خلي بالك برضو اكس ماينس 1. ما عادش باقي لي غير ايه؟ اكس ماينس 1 اوفر اكس ماينس 2 ايكوال اكس ماينس 1 اوفر اكس ماينس 2. وده الايه؟ الفاينل انسر. بعد كده طالب مني حاجتين، بيقول لي انا عايز ان 3 وان 2 if possible. طيب ركز يا محمود. طيب عايزين نجيب ان 3. طب هو ينفع نجيب ان 3؟ ايوه ينفع عادي. ان 3 اهي يا شباب ان 3 ايكوال 3 ماينس 1 اوفر 3 ماينس 2 ايكوال 2 اوفر 1 اللي هي 2. طيب عايزين نجيب ان 2. لا اسفين، احنا قلنا الدومين ار اكسبت 2 يبقى 2 مش معايا، يبقى اقول له ان 2 امبوسيبل. واضح؟ طيب الكويستشن 4 او كويستشن 5A امتحان سهل جدا ما فيهوش اي تعقيد ولا فيه اي مشاكل. نجيب يلا كويستشن 5A. Question number 5A
n of x equal. طب ما يلا يا مستر نعمل فاكتورايز على طول. x في x minus 3 ننزل تحت difference between the square x plus minus 3 plus x minus 1 ننزل تحت open to bracket also x plus minus 3 and 1. دومين سهل جدا جدا r except نيجاتيف 3 و3 ومن هنا نيجاتيف 3 كتبناها مره خلاص وهنا 1. بعد كده نعمل سمبليفاي يلا يا x minus 3 مع x minus 3 x minus 1 مع x minus 1. تمام. ايه اللي باقي لك كده يا بطل؟ باقي لي يا مستر باقي لي ان ال n of x هتكون عباره عن x over x plus 3 plus 1 over x plus 3. يعني نقدر نعمل ادنج على طول. هو كانت مشكلتي كلها في البلس ايه يا مستر؟ الايه؟ الكومن دينومينيتور، تخلي الدينومينيتور زي بعض. طب هنا الراجل مديهم لي جاهزين قد بعض هم x plus 3 x plus 3 فيبقى هنا ادنج دينومينيتور اونلي x plus 1 over x plus 3. طيب كده خلصنا السؤال question number 5A. اخر سؤال معانا واسهل سؤال بيقول لي يا مستر A و B are two even simple space. بيقول لي probability of A 0.4 ال B 0.5 ال A intersection B 0.2. حضرته عايز ايه؟ عايز ال A union B يعني الاثنين. question 5B قلنا probability of A equal what؟ 0.4. probability of B 0.5. probability of A intersection ال B equal 0.2. طيب عايزين ايه بقى؟ عايزين probability of A union B. هتكون عبارة عن probability of A plus probability of B minus probability of A intersection ال B. ممتاز يا ريان. 0.4 plus 0.5 minus الانترسكشن بكام؟ 0.2 يبقى هنا 0.7. ده مين ده يا مستر؟ ده اليونيون. عايز مين تاني؟ عايز الديفرنس probability of A difference B. مش كده برضو؟ ولا عايز ايه هو؟ A difference B. تمام. يبقى عبارة عن probability of A minus probability of A intersection ال B. طيب ال A بكام يا شباب؟ 0.4 minus الانترسكشن 0.2 يبقى 0.2. وكده خلصنا الامتحان بالكامل. واشوفكم في اختبارات قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم.